السلام عليكم. اليوم سويت كيكة لذيذة جدا وناجحة 100%. والحلو بهاي الكيكة انه كل المكونات بنفس المقادير، وايضا الصوص مالتها من نفس مكونات الكيكة. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. نبدأ بسم الله. المكونات هي كوب زيت وكوب شكر وكوب طحين وكوب حليب وكوب كاكاو، بيضتين وفانيلا وبيكنج باودر، وكل المكونات راح تلقوها بصندوق الوصف. لعمل صوص الشوكولاتة راح أخلي كوب شكر وكوب حليب وكوب زيت وكوب كاكاو ويا ملعقة كوب فانيلا، وراح أخلطهم جيدا إلى أن تتكون عندي صلصة، وأتأكد أنه كل حبيبات السكر ذابت. بعد أن صارت عندي الصلصة بهالشكل راح أشيل مقدار كوب وأخليه بالثلاجة وأبدأ بعمل الكيكة. لعمل الكيكة راح أضيف على الخليط المتبقي بيضتين وأخلطهم جيدا إلى أن يمتزجون. بعدها أضيف كوب طحين وملعقة كوب بيكنج باودر. وهسه راح أصب الخليط ببايركس مدهون وراح أدخله فرن حار. لازم أول ما نبدي نسوي الكيكة نشغل الفرن، أدخلها بالفرن لمدة 35 دقيقة. بعد أن استوت الكيكة وبردت قلبتها أني هنا على ظهرها، لأنه الوجه مالتها شوية نفش وأني ما أريدها تكون نافشة، أريدها تكون سطحها متساوي. قلبتها وهسه راح أصب عليها الصوص. هذا هو شكلها النهائي. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو ثاني. مع السلامة.